السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم حضرتك تكون فاهم ان وقت ما كنت بتشتري الذهب عيار 21 على 2800 جنيه للجرام الواحد كان سعر الدولار 47 و48 جنيه. حضرتك كنت بتشتري دولار في صورة ذهب، وان وقت ما كنت بتشتري ده كان وقت جني ارباح، ده ما كانش وقت شراء، ده كان وقت بيع. ومتفق معاك تماما ان التسعير في السوق المحلي غير مفهوم، ومفيش معيار واضح للصعود ولا للهبوط. ولازم حضرتك تكون عرفت ان في سعر للذهب حقيقي، وفي سعر للذهب وهمي، وفي سعر للذهب للمضاربة. بقى عادي جدا في مصر، محدش بقى بيهتم بسعر السوق العالمي، وطول ما البورصة بتبقى اجازة بتلاقي السعر بيزيد وبدون اي مبرر. احنا بقينا خارج المنطق. يوم الجمعة 26/5 طبعا البورصة اجازة، لقينا السعر بيزيد وكان فاتح على 2320، لقينا رفع ل 2370 وبعد كده نزل على اخر اليوم لحد 2340. ايه اللي حصل؟ ادى ان يبقى فيه لعب في الاسعار. ده اللي هوضحه لك النهاردة. ركز معايا علشان النهاردة هوضح لك ازاي تتعلم من اللي فات وما ينفعش انك تقع فيه المرة اللي جاية، وازاي وقت ما تحب تشتري انت اللي تاخد القرار وما ترجعش لحد حتى لو كنت انا. النهاردة هحط الصورة كاملة قدام عينيك لما تتحل مشكلة سقف الدين الامريكي، ايه اللي هيحصل عالميا والاتجاه الفيدرالي هيبقى ايه، ولو حصل محليا تعويم مع اللي بيحصل عالميا. كل ده هيودينا لحد فين؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، وركز معايا. يلا بينا. السلام عليكم. الناس اللي بتقول اشتري كده كده هتكسب واشتري على اي سعر، طيب ليه حضرتك بتسمح انه يتسرق منك جراماتك؟ يعني لو انا معايا اشتري 50 جرام ودلوقتي السعر عالي واعلى كمان من العالمي، واللي معايا يجيب 40 بس، وتقول لي ما هو كده كده هتكسب، وما تقوليش ان كده بتحافظ على قيمة فلوسك. ركز معايا عشان التحليل اللي هشرحه لك ده مهم جدا جدا جدا. في 1/5/2022 سعر الذهب عيار 24 كان عامل 1308 في السوق المصري، وسعر الذهب عيار 24 بما يعادل الدولار بتاع السوق السوداء بس بالجنيه عامل 1422 جنيه. يعني في مصر اقل من السعر العالمي بمبلغ 114 جنيه. وفي 1/8/2022 سعر الذهب عيار 24 كان عامل 1160 جنيه في السوق المصري. سعر الذهب عيار 24 في السوق السوداء كان عامل 1306. يعني في مصر اقل من السعر العالمي ب 146 جنيه. في 20/10/2022 سعر الذهب عيار 24 كان عامل 1270 جنيه في السوق المصري، وسعر الذهب عيار 24 بالدولار كان عامل 1225 جنيه. يعني في مصر أكبر من العالمي بنسبة 45 جنيه. في 1/1/2023 سعر الذهب عيار 24 كان عامل 1914 جنيه في السوق المصري. سعر الذهب عيار 24 بالسوق السوداء كان عامل 1657 جنيه. يعني في مصر أكبر من العالمي بحوالي 256 جنيه ونص. في 1/3/2023 سعر الذهب عيار 24 كان عامل 1910 ده في السوق المصري، وسعر عيار 24 كان عامل 2012 جنيه ده وفقا برضو لسعر الدولار في السوق السوداء. يعني في مصر كان أقل من العالمي بمبلغ 102 جنيه في الجرام الواحد. في 1/4/2023 سعر الذهب عيار 24 كان عامل 2526 في السوق المصري، وسعر الذهب عيار 24 كان عامل 2206 ده برضو وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء. يعني في مصر أكبر من السوق العالمي بحوالي 320 جنيه في الجرام الواحد. في 1/5/2023 وركز في التاريخ ده سعر الذهب عيار 24 كان عامل 2971 جنيه ده برضو في السوق المصري. سعر الذهب عيار 24 كان عامل 2105 ده وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء. يعني في مصر أكبر من السوق العالمي بحوالي 866 جنيه في الجرام الواحد. قبل شهر 4 كنا بنشوف الزيادة 100 والنزول 100، كان العالم ينزل 100 والمصري يعلى 100. ده كان قبل شهر 4. بعد شهر 4 شفنا مهزلة، شفنا الفرق بين المحلي والعالمي 866 جنيه. وده كان أكبر غلط، إن الناس مركزتش إن ده كان وقت جني أرباح، ده ما كانش وقت شراء خالص. واللي كان السبب في دوت إن إحنا كان عندنا أعياد وموسم الجواز، وكان عندنا شهادات ال 18% لما اتفكت والناس راحت تشتري سبايك وجنيهات وذهب خام. لازم
لازم تكون عارف ان كان في وقت جني ارباح ووقت تصحيح وبعد كده وقت شراء. الوقت بيبقى المواسم والاعياد، ده بيبقى وقت جني ارباح اللي الناس اشترت على 2800 جنيه عيار 21 كان سعر الدولار 47 و48. ده معناه ان احنا هنشوف زيادة في كل حاجة وفي كل السلع بنسبة 40%، وده اللي الدولة مش هتسمح بيه. خلي بالك ان جنون الاسعار ده مش هيبقى الاخير، وهنشوف جنون تاني وفرق اكبر من ال 866 جنيه. بس التحليل ده هيخليك بعد كده تحكم على الامور صح، وتعرف امتى جني ارباح وامتى شراء وامتى تصحيح. يوم الجمعة 26/5 سعر السوق فتح على 2320 جنيه لعيار 21، وشفناه على مدار اليوم وصل ل 2370 جنيه، بعد كده رجع ل 2340 جنيه. طب ايه اللي حصل ادى للارتفاع وللانخفاض دوت؟ كان يوم الجمعة كان في مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك، وده اكتر مؤشر بيحبه الفيدرالي في اتجاهه لرفع الفايدة، وده جه ايجابي للدولار وسلبي للذهب. عشان كده انا متوقع ان الاجتماع اللي جاي في 14/6 للفيدرالي انه بناء على الايجابيه للمؤشر ده انه هيرفع سعر الفايده. طيب بالنسبه لمشكله سقف الدين الامريكي، خليك مقتنع ان الرئيس بايدن ومجلس النواب مش هيسمحوا ان امريكا تفلس بعدم سداد ديونها، وان التصنيف الائتماني لامريكا يقل زي ما قالت وكاله فيتش، امريكا تحت المراقبه. وهنا الافلاس اختلاف سياسي واداري، مش ضعف في الاقتصاد ولا ان ما عندهاش سيوله دولاريه. اول ما سقف الدين الامريكي هيرفع، معدلات التضخم في امريكا هي كمان هترفع، وبالتالي البنك الفيدرالي هيكمل في وتيرة رفع الفايدة، وبالتالي العالمي هينخفض. وفي مصر هنا لو تم التعويم في شهر 6، وهو بنسبة 90% التعويم هيتم في شهر 6 اللي جاي، هتلاقي الدولار في السوق السوداء نزل ل 37 وما بقاش رافع فوق عند 42 و43 و44. هتلاقي الدنيا هتبدأ تستقر ولو بشكل مؤقت، ولكن في الوقت ده هيبقى وقت مناسب جدا للشراء. الوقت اللي احنا فيه ده مش وقت شراء، ده وقت لعب بالأعصاب. كل اللي انا عايزه من حضرتك ان انت تقعد تتفرج وتشوف السوق رايح لحد فين، واول لما يبقى وقت مناسب للشراء اكيد هقول لك، واكيد هتتابع معايا. بس دلوقتي وقت فرجة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، ولو في اي استفسار او كومنت سيبهولي وهرد عليك. سلام.